يا اخي رجال يحبوا كان على الفرشة. السؤال هذا محير برشا نساء. علاش في اول علاقة يبدا يجري وراك ساقيها على من راسه، ميساجات، تليفونات، رونديفوات، يبدا ملهوف عليك مش نورمال. علاش يرقد معاك منا، يبرد معاك منا، وتحسه يبدا يجبد في روحه حتى يحكي معاك تقول عليه عامل مزيه ولا درا كيفاه. قول عليه ماهوش نفس الشخص اللي كان يجي وراك من الاول. زعما من الاول كان يمثل عليك، ولا كي يوصل معاك اللي في مخه هذاك ينجم يخلي العلاقه باكملها تتبدل. برشا نساء مازالوا ما همش فاهمين لنية الراجل ما عندها حتى علاقه بقداش يجري وراك من الاول. المراه اللي بمخها عمرها ما تعطي الراجل فرصه جوست خاطر يجري وراها. دي بالعكس نورمالمون غادي وين تزيد تخاف وتقرا له ارفع حساب، خاطر الراجل اللي بقدره وبقيمته تلقاه يجري ورا مستقبل اكثر من يجري ورا امراه الحقيقه، وهذا واقع معناها. ونوعيه الراجل اللي تلقاه ملهوف عليك من الاول ويجري ويجري، هذوكم اكثر رجال يوجعوا المراه في الاخر، خاطر في بدايه العلاقه يا غالي الراجل يعطي 70% من طاقته وجهده. وهوني راني نحكي جينيرالمون، وبيان سور الحاجه هذه تفرق من راجل للراجل، مي في الفيديو هذا باش نحكي على الراجل العادي والمراه العاديه. دونك الراجل من الاول يبدا يجري وراك، يتبع فيك، يحب يثبت لك روحه، يستثمر فيك عاطفيا جسديا وماديا، ويعملهم الكل باش يوصلك. يرقد معاك منا تحس الموازين متاع العلاقه الكل تتبدل. ساعه لهنا المراه تولي متعلقه به مش نورمال، هو ديريكتومون يجبد روحه حتى كان من غير ما يقولها لك، تحس روحك لازمك تجري وراه باش تستمر. وهوني تولي هي المراه اللي لازمها تعمل 70% من المجهود والاستثمار باش تستمر العلاقه. وما نحكيوش عاد على الراجل يبرد معاها كومبليتمون، وبرشا حالات هذه راهي، هذا كان ما بلوكاهاش ويجبد روحه كومبليتمون ويولي يحكي معاها 10 وافي تقول عليه عامل عليها مزيه، وذا اللي قاعدين نعيشوا فيه كل يوم يا غاليه. وزعما هذا الكل علاش يصير؟ هاو باش نعطيك الصحيح. ساعة بوغ كومونسي الرجال الكل راهي تحب على الفرش، وهوني راني مانيش نحكي على كوتي الدين، راني مانيش شيخ ومانيش مفتي، اما رأيي الخاص نقول لك يا غالية رد بالك ترقد معاها قبل العرس. وهاو باش نفسر بار ديتاي علاش، بالمات باش نفسر علاش. وتوا باش نرجع لموضوعنا. كيما قلت لكم الرجال الكل تحب على الفرش، مي هاو باش نوضح اون فوا بوغ توت. ثم نوعين نتاع رجال. النوع الاول يحب كان على الفرش، نيته من الاول مقعمزه، وعمره ما كان ناوي يبني معاك حتى مستقبل. من الاول حاط في مخه انه يحب يوصلك وكهو. وهذم هما النوعيه اللي دوب ما يوصل اللي حاجته بيه بوم ما عاد عنده حتى رغبه فيك، خاطر اللي حاجته بيه وصل له يا غالي، يولي يبلوكيك وما عادش يجاوب على الميساج، اقل هاي يجبد روحه. والنوعيه الثانيه هما يحب على الفرش، اما فرد وقت زاد حاط فما بوسيبيليتي اللي نجم يبني معاك علاقه. وهذم هما النوعيه اللي بعد ما ترقدوا مع بعضكم يزيد يقرب لك ويزيد السنتيمون اللي بيناتكم يقوى. اما هوني ثم مشكله كبيره يا غاليه. تعرف شنو هي المشكله هوني؟ اللي هما زوز انواع هذوما نتاع رجال مالغري اللي نيتهم مختلفه تماما، ما ثم حتى واحد ينجم يفرق بيناتهم الزوز من الاول يتصرفوا معاك كيف كيف. معناها انا كبوغي ايه تجيبهم لي زوز قدام عينيا مستحيل نقول لك هذا ناوي يرقد معاك كهو وهذا حتى يرقد معاك راهو ناوي على علاقه الخ الخ الخ. صدقني من الاول مع المراه كوبيي كولي ما تنجمش تفرق بيناتهم مستحيل. دونك هوني انا بدي باش نعرف النيه كي نحكي مع متابعه في الخاص نسالها 1000 سؤال باش نجم هكا تقريبيا نقول لها اسكو ناوي على الخنن ولا ناوي على السيريو. وبيان سور ما ننصح حتى متابعه باش ترقد مع حتى حد قبل العرس. دونك شنو هي الحل هوني؟ استحفظي على روحك يا غاليه وما تعطيه كان بالصديق، راهو النيه ما يكشف عليها كان ربي سبحانه. اللي تحب تاخو معايا رونديفو ابعث ميساج، وربي يهني الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا غاليه.